في البداية أنا مش عاوز حد من الزملكاوية يزعل مني، سواء مشجع أو إعلامي أو يوتيوبر. أنا طالع أقول كلمة الحق. اللي بيحصل من امبارح من بعد لقاء الأهلي والزمالك من الزملكاوية حاجة مسخرة، حاجة مسخرة وحاجة إلا وحاجة بصراحة أنا في يوم من الأيام ما كنتش أتوقعها، وكأن أنا الوحيد اللي عايش في كوكب وهم عايشين في كوكب تاني، وكأن أنا الوحيد اللي شفت لقاء القمة من حتة وهم شافوها من حتة تانية. يعني أنا أجي أقول لك بعد لقاء القمة الأهلي اتقدم والزمالك اتعادل والماتش انتهى بالتعادل الإيجابي، كل واحد خد نقطة، مع إن الاتنين ما يستحقوش، والله الاتنين ما يستحقوا. ولكن أبص ألاقي الأهلاوية متضايقين جادين ومخنوقين ومش طايقين حد يكلمهم، وهاجموا الاداره وهاجموا كولر، وكولر ما عادش ينفع وبقى مدير فني جبان وخلاص بقى الراجل بقى بيخرف، احنا عايزين اي مدير فني تاني. في رد فعل على التعادل، في انتقاد، عايزين يشوفوا ناديهم افضل من كده، عايزين يطلعوا قمه افضل من كده. وانا واحد من الناس طلعت خدت القمه من حته تانيه، شفتها من منظور تاني خالص بعيد عن اي حد. ما اتكلمتش بقى ان الاهلي خد نقطه ولا الزمالك خد نقطه ولا الزمالك كان يقدر يدوس او الاهلي ليه ما داسي، ما اتكلمتش في الحاجات دي كلها. انا قلت يا جماعه ما ينفعش القمه المصريه للمره الرابعه على التوالي تظهر بنفس الشكل السيء، لان اخواتنا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه لما طلعوا قالوا ان القمه او الدرب السعودي بقى اقوى من الدرب المصري، انا واحد من الناس رديت عليهم وهاجمتهم، طلعت قلت الكلام ده امبارح. انا المنظور بتاعي واللي حزني ماتش القمه ده مش ماتش قمه يا عم، ما اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ان شاء الله الزمالك يشيل 10، ان شاء الله الاهلي يشيل 10، بس المهم يبقى في ماتش انا اتمتع بيه. ولكن ابص الاقي اعلام الزمالك وجمهور الزمالك وكل بجات الزمالك وكل صناع المحتوى الزملكاويه طالعين بيحفلوا على الاهلي. انت يا ابني مجنون؟ انت مجنون ولا دماغك فيها ايه؟ انت دماغك انت عايش معانا في نفس الكوكب؟ انت يا حبيبي ليه بتقلل من نفسك؟ ليه بتقول للناس انا مش باين، انا شفاف، انا مش مصدق ان انا اتعادلت مع الاهلي؟ حبيبي ما تجيش تقول لي اصل الاهلي كان عنده سكواد، ما ياما الاهلي كسبني بحمودي وميدو جابر وكريم ندفد وهشام محمد، ولا نسيت؟ ان كنت نسيت افكرك، لو كنت نسيت افكرك، الناس دي كانت بتكسبنا خدت الدوري مع باتريس كاتيرون باللعيبه اللي انا بقول لك عليها دي، وكسبتني ما عرفتش اكسبها، وانا كان عندي سكواد طحن، كان عندي سكواد جامد. ليه ما طلعوش ذاته؟ بص يا حبيبي، مواجهات الاهلي والزمالك ملهاش اي علاقه بالسكواد. مواجهات الاهلي والزمالك بتتحسب في كتاب التاريخ ان الاهلي فاز على الزمالك او الزمالك فاز على الاهلي. طب ما قبل كده الاهلي فاز على الزمالك مش عارف في نهائي الكاس بالشباب ولا بالناشئين، انحسبت ايه؟ ان الاهلي فاز على الزمالك في نهائي الكاس، ما اتكتبتش بقى في كتاب التاريخ بالناشئين. فانت ما تجيش توصل لي ان انت كنت داخل الماتش تشيل 5 ولا 6، ما هو ده اللي انت بتقول لي ان الاهلي اعظم نادي في الكون باعتراف منك كزملكاوي. انت بتقول لي ان الاهلي سيد السياده الكره الافريقيه والاقوى في افريقيا والاقوى في الكره العربيه. ما انت اللي بتقول لي كده، ما انت داخل ماتش في حساباتك ان انت هتشيل 6 ولا 7، طلعت متعادل قعدت تحفل. ما انت تحفيلك ده بيثبت ان هم اقوياء. طب لما هم بيكسبوا ماتش في الدوري المصري ولا في افريقيا ليه بتطلع تقول ان بطولة دوري الابطال ضعيفة؟ ليه بتطلع تقول ان بطولة دوري الابطال ضعيفة مع انك انت بتعترف النهاردة ان المنافس بتاعك قوي وبتحتفل بعد ما اتعادلت معاه؟ ما انا اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك اتجنن مش استعجل. وبعدين انت اثبتت لي ان انتوا كنتوا كدابين في لقاء الاهلي وباتشوكا لما قلتوا ان باتشوكا ده ترتيبها 16 في الدوري المكسيكي. لا، هو الاهلي قوي وظهر بشكل قوي، واللي حصل امبارح ده كولر شارك فيه، اننا اتعادل قدام منهم، ومش اول لقاء، ده تاني وتالت لقاء. انا بتكلم عن القمه من حته تانيه،
ان ده ماتش ديربي ما ينفعش يطلع بالشكل السيء ده. عاجبكم لقاء الاهلي وبيراميدز ان هو يكون ممتع عن ماتش الاهلي والزمالك؟ انتوا عاجبكم؟ انما انا عملت ايه في الماتش؟ انا راصص 11 لاعب قدام الجول. عملت انا كنت رد فعل مش فعل. الاقي ناس طالعه تقول احنا كنا هنكسب. تكسب مين؟ ما كسبتش ليه؟ لما انت كنت هتكسب الاهلي كل ماتش قمه تطلع تقول لي نفس الكلام ده، انا كنت هكسب الاهلي. ما كسبتش ليه؟ ما كان عندك 90 دقيقة كنت عامل زي البطة البلدي واقف وراصص لعبتك ورا. ليه انت ما بادرتش بالتهديف؟ ليه انت اللي ما بدأتش التسجيل وبقيت فاعل عشان تثبت لهم ان انت عاوز تكسب؟ لا، انت كان كل حلمك في الماتش ده تطلع 1 ولا 2. من الاخر من ابو ناهية. عيب عليكم وعيب على شنبكم وعيب على دقومكم. بتضحكوا على مين؟